ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ شرح جديد ازاي تعمل بودكاست عن طريق ال AI وبموقع مجاني جدا من جوجل اسمه نوت بوك ال ام. هتلاقوا النتيجة الأولى في البحث بتاع جوجل. طبعا هو ده الشكل بتاعه. بتخش عليه تسجل وبعد كده بتختار create new book. بعد كده بتحط المصادر بتاعتك. المصادر بتحطها من هنا من الاد. بيفتح لك أول حاجة الواجهة ديت أول ما بتفتح. وعندك هنا الليمت بتاعك من 50 مصدر. عندك ممكن تحط التكست، وبتحط يوتيوب، وبتحط ويب سايت، وبتحط اي ملفات عندك في جوجل درايف. عندي هنا الويب سايت. انا هنا كنت مجهز كل حاجة. دخلت بحثت، رحت واخد الويب سايت وعملت نسخ وحطيته في اليوب هنا. وبعد بدوس انتر وبحط اي مقالات تانية عندي. وبس كده بدوس انسيرت وبيبدأ ان هو يعمل داونلود، يعمل كاتش للمقالة اللي موجودة. ولو عندي فيديو بختار الفيديو بتاعي، مثلا اي فيديو من هنا بيتكلم مثلا عن التوبيك اللي انا هتكلم عنه. وبروح على الموقع وبختار edit وبختار يوتيوب وبحط اللينك بتاعي وبدوس insert. زي ما انت شايف انا هنا حاطط اللينك الفيديو بتاعي، وعلى طول هو بيعمل كاتش وبياخد الموجود في الفيديو دوت. بعد كده بدوس هنا كده على الاوديو اوفر فيو، وبختار هنا اللغة. مثلا انا هشتغل على انجليش، بختار انجليش، بختار ديب دايف. لو انا عايز البودكاست بتاعي مدة طويلة وعلى حسب المصادر اللي موجودة عندي، بيبدأ ان هو يعمل لي مدة زمنية طويلة جدا، ممكن توصل لساعتين وثلاث ساعات على حسب المصادر اللي موجودة. لو عايز حاجة خفيفة مثلا بيركز على حاجة معينة، ال idea from source quickly، أو ال Caustic بيعمل ريفيو للمصادر والماتيريال اللي موجودة. وهنا التو هوستس هنا بيعملوا different بوجهات النظر اللي موجودة في السورس بيتكلموا. لكن هنا في الديب دايف بيتكلم بحاجة لايفلي كأنك قاعد قدام شخصين في بودكاست حقيقي على سبوتيفاي، قاعد بتستمع برأيهم وازاي بتحليل السوق وايه المخاطر اللي موجودة، وهكذا على حسب التوبيك اللي انت بتحب تتكلم عنه. طب هل بس الانجليزي بس اللي شغال هنا؟ لا، انت ممكن تختار اي لغة في العالم تتكلم بيها. لو انت حاطط له نص باللغة العربية هياخد النص دوت ويحول اللغة اللي انت بتتكلم اللي انت عايزها. لو انت حاطط له نص بالصيني وانت اخترت هنا اللغة هيحول لك اللغة اللي انت عايزها، يبدأ ان هو يتكلم باللغة ديت. يعني هنا مثلا انا اخترت الانجليش وبعد كده اخترت اللغة العربية العامية المصرية. تبدأ انت ممكن تعمل بيه محتوى. وعندك اللغات التانية اللي هي بقى الهندي والباكستاني والصيني والكوري والياباني، كل اللغات موجودة. يعني لو انت هتارجت ناس معينة اختار اللغة اللي انت عايزها. وبعد كده بتدوس جنريت هنا، وبعد كده هو بيبدأ ان هو يعمل لك الأصوات بتاعتك. عندك هنا الفيديو نفس الكلام. بتختار اللغة بتاعتك وبتبدأ ان انت تدوس هنا جنريت على طول. عندك هنا الروبوتات ممكن يديك ناس استراتيجية سؤال وإجابة تايم لاين. عندك هنا الخريطة الذهنية زي اللي هي دي اللي أنا عملتها. يبدأ إن هو بيقول لك بيقسم لك المقالات والمصادر بتاعتك اللي أنت طلعتها، وعلى حسب أنت عايز تعمل سمرايز لإيه. تبص أنت تاخد نظرة مثلا على المقالة ديت. خلينا نقفل كده. قول له أنا عايز مثلا ال geographic and investor type ديت. يبدأ إن هو يدي لك التحليل بتاعه. This was includes the website access and information provide are subject to significant. بعد كده وهكذا بقى. تبدأ ان انت عايز تذاكر حاجة معينة انت مش فاهمها، تبدأ ان هو يشرحها لك. يعني ينفع الكلام دوت اللي انت كطالب تذاكر، او انت عايز تتعلم حاجة ب... بأي لغة انت عايزها تتعلمها بالعربي، بيبدأ ان هو يديها لك بالعربي. وهكذا على حسب المصادر اللي انت هتحطها له. يعني نسمع الأصوات اللي احنا عملناها. أول حاجة اللغة الإنجليزية طبعا.
زي ما انتوا كده سمعتوا، نبدأ نروح على اللغة العربية اللي احنا طلعناها. النهارده هنبص في كذا مصدر مهم بيدينا صورة عن اللي بيحصل في عالم الاستثمار والأسواق المالية. معانا تحليل السوق بالرقم، ومعانا دليل بسيط كده ازاي تبدأ في الكريبتو، وكمان شرح العالم للبنوك الاستثمارية ده. تمام. هدفنا ناخد أهم الأفكار ونحاول نفهم المشهد دلوقتي عامل ازاي. المصادر دي فعلا بتدينا يعني كذا زاويه، من نظره فوق للسوق وتقييماته ومخاطره لغايه خطوات لناس عايزه تدخل مجال جديد زي الكريبتو. زي ما احنا كده سمعنا اللغة العربية وعامية مصرية، ما فيهاش أي مشكلة. عايزين نشوف الفيديو اللي هو بيعمله. ممكن ده محتوى تاني انت ممكن تستغله في يوتيوب أو تيك توك. So when we talk about the market, we usually think of this as one giant sink. What's your number one goal for that money? Seriously, your answer tells us everything about which one of حاول بس أجري عشان الوقت. نرجع تاني. So when we talk about, let's start with world number one. We're calling this the fast lane. This is the world of the individual trader, the crypto fanatic, the person who looks at the market and sees the gold rush happening right now. This is the sprinter. تمام، هو هنا بيديك كمان يعني مونتاج وحاجات كده حطها لك. خلينا نروح على العربي. طيب عالم الاستثمار ده نقدر نقول انه متقسم لفريقين عكس بعض تماما. من الواحد يحمي الفلوس اللي معاه بحذر وبهدوء على زي ما انت شايف يعني الدنيا بسيطة وسهلة، ومحتوى انت مش هتحط فيه حتى صور ولا اي حاجة، ترفعه على التيك توك هيجيب لك ملايين المشاهدات. حاجة مضمونة 100%، انت تكبر بيها الاكونت وتعمل محتوى بيها. عندنا بقى الحاجة بقى اللي احنا هنستغلها النهاردة في الشرح بتاعنا، هو ازاي تعمل محتوى الصوت المدة الزمنية بتاعته بتبقى طويلة، وممكن تقسم حلقات وتعمل. هيبقى فيها شوية تعب، بس هيظبط معاك الدنيا، وهتعرف تعمل بيها محتويات كتير جدا. زي ما انا ممكن اعمل محتوى مثلا تعليم لغة، او تعليم طبخ، او بودكاست ارفعه على سبوتيفاي واتربح منه. فالافكار موجودة كتير جدا، بس اللي ينفذ. اول حاجة، انت طلعت البودكاست بتاعك خلاص، سيفته، وبعد كده بتروح بقى تطلع الصور بتاعتك. عندك ايمج فيكس وعندك ويشت. ايمج فيكس هتفتحه بالفي بي ان امريكي، وبعد كده هتاخد الصور اللي هتطلع لك هتاخد البرومت من شات جي بي تي. تقول له انا عايز برومت لصورتين، صورة فيها بودكاست من اتنين، واحد شاب والتاني امرأة، وبحاجة كده بروفيشنال وبتاع. تاخد البرومت وتحطه على ايمج فيكس، هيطلع لك الصور بشكل جميل جدا. تقدر انت تطلعها بعد كده تعمل بيها البودكاست بتاعنا. هنحرك الصور ديت على يعني في كذا موقع، بس انا برشح مثلا كلينج افضل، يعني احسن الوحشين. يعني هنا انا طلعت الصور بتاعتي وبدات ان انا احركها. تمام، الحركه كويسه. ببدا ان انا احرك باقي الصور بتاعتي ان انا طلعتها من كذا زاويه. ولو لاحظت انا بركز على زاويه اللي بيتكلم، حتى في البرومت انا بقول له بقى على ويجز عشان بيثبت الشخصيات. بقول له ثبت لي الشخصيه، يبدا ان هو يثبت معايا الشخصيه ديت على الزاويه اللي انا عايزها. ممكن بقى تلعب انت شويه في حاجات تانية كده، زي ترانسليت، ترانسفورم، تحط ايديت، حاجات اللي انت عايزه بقى، اعمل اللي انت عايزه على حسب الفكره اللي موجوده في دماغك. عندك موقع دريمن بيفتح بالاي بي الامريكي، هتفتح في بي ان عشان يقدر انت تعمل فيديوهات، تعمل لابسنج براحتك بقى للصوت. يعني هنا انا اديته مثال صغير. تمام، انت عملت الانترو بتاعك، عملت
كل حاجة خلاص جهزتها، تيجي تفتح بقى برنامج المونتاج بتاعك. مش محتاج منك اللي انت تكون بس بتفهم حاجات بسيطة في المونتاج، اللي هو تركب الصور والفيديوهات والحاجات دي كلها جنب بعض بطريقة كويسة تمشي مع اللي انت عايزه. انا هنا وفرت على نفسي كتير قبل ما ابدا ان انا اسجل، عشان طبعا انا الجهاز عندي ممكن يفرقع في اي لحظه بسبب الحاجات ان انا فاتحها. فيعني ايه، انا هحاول ان انا مخفف الدنيا كلها. يعني لو فتحته بالغلط اصلا هيبوظ الدنيا دلوقتي. ما علينا، احنا كده خلاص طلعنا. انا هشتغل هنا على برنامج دافنشي، انت عندك بقى تشتغل على بريمير، تشتغل على اي حاجه، المهم ان انت تظبط دنيتك كلها. Welcome to the deep dive, where we cut through the noise, distill the most important nuggets of knowledge from our sources, and deliver them directly to you. That's the goal. Today, we're diving into a question that sounds almost, well, like a fantasy, straight from one of our fascinating sources. What if you could turn just $100 into $5,000 in a single week? Wow. Okay. Now, I know what you're thinking. It's the kind of bold claim that usually comes with a huge asterisk, right? Or maybe a late night infomercial soundtrack. Exactly. It sounds almost too good to be true. But our source claims this rapid growth isn't just possible, it's happening in the fast-paced world of digital currencies. If you play your cards right. Right. If. That's the key word. It's an intriguing, almost unbelievable premise, and I'm genuinely curious about how this can be more than just hype. It's a question that immediately grabs your attention. Yeah, precisely because of that audacious potential. And well, المهم زي ما انتوا شفتوا كده عملنا مونتاج خفيف. But both aiming, let's unpack this. We're diving headfirst into the roller coaster ride of crypto wealth and how to طبعا في مشكلة هنا في الإيد، بس يعني أنا مش هركز في الحاجات دي دلوقتي خالص. بصوا الصوت إن أنا مطلعه حوالي 72 دقيقة، الصوت اللي طالع حوالي 72 دقيقة، يعني زمن ساعتين. انت معاك حوالي ساعتين صوت انت تعمل بيها برنامج حلقات. يعني انا مثلا خدت لحد 3 دقايق، عملت بتاع دوت الحلقة الأولى 3 دقايق وخلصتها وسيفتها وخلاص. على كده شكرا، ظبطت الدنيا. أبدأ إن أنا أرفع على اليوتيوب أو تيك توك، وعشان أعمل سبتايتل ممكن أستخدم كليب شامب، أو أرفع على تيك توك هيعمل لي السبتايتل بشكل كويس، اللي هو الكابشن اللي بيطلع دوت هيعمله على تيك توك، بس طبعا باللغة الإنجليزية بيكون أفضل. عندي هنا كليب شامب، كليب اللي هو ده. طبعا لو انت محتاج ان انت تعمل فيديوهات شورت تحرك الصور على انها فيديوهات شورت، هتستخدم البرنامج ده. الأداة ديت من كاب كات، موجودة اسمها AI Talking Photo، أو اسم الموقع بابيت دوت AI. هتسجل بكاب كات، هيديك حوالي 360 كوينز تقدر تستخدمهم، أو تدوس على تراي تو فري وتبدأ انت تستخدم الكارت بتاعك، هيديك 1800 كريدت طبعا لمدة 7 أيام. هنا عندك لينك تو برودكت، لو انت عندك منتج عايز تصينه تسوقه، برودكت فوتو، مش عارف برودكت شوكاس، ان هي تمسك المنتج، فيديوهات اليو جي سي وحاجات كتير بقى انت ممكن تعملها. هنا الاي بتاع ده الاي اي توكينج فوتو. بس كده هيبدأ ان هو يفتح معانا هنا كده. هترفع له الصورة هنا. انا عامل فيديو، بيديك فيديوهات شورت كويسة.
بس كده ده شرح النهارده، يعني يا ريت تكون استفدت. ما تنساش تدعي لأهل فلسطين وغزة وتصلي على النبي، واشوفكم بقى في شرح جديد. اتمنى الشرح ده ما يكونش طويل، بس انا حاولت لكم ان انا يعني ايه انجز على نفسي عشان الجهاز عندي اصلا مش مساعد من كتر الحاجات اللي انا فاتحها. بس كده اشوفكم بقى في شرح جديد. يلا مع السلامة.